السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. ما زلنا في فلك، ندور في فلك مباراة الأهلي وبورتو التي انتهت فجر اليوم، وعملت لايف ويعني تناقشت مع جماهير النادي الأهلي أثناء اللايف. لكن في بعض الأمور اللي محتاجة إن احنا نتكلم فيها بعد ما شفت حديث الجماهير وردات فعلهم. عاوز اقول انه يعني انت تتخيل ان الاهلي رغم ان هو حل رابعا في مجموعته، لكن هل ده يعبر عن وضع المجموعة؟ الحقيقة لا. يعني الاهلي كان يتعادل بس مع فريق بالميراس. تخيل دي، لو تعادل مع فريق بالميراس بس كان هيوصل حتى لو تعادل الثلاث مباريات. حضرتك متخيل ان كنت هتتساوى مع بالميراس في عدد النقاط، لكن هو كان هيبقى له جونين فقط، هدفين اللي سجلهم في فريق انتر ميامي، وعليه هدفين زيهم. انت سجلت 4 في بورتو وعليك 4 زيهم، نسبة الاهداف عندك اعلى، كنت هتوصل بالطريقة دي. لكن هي دي كرة القدم للأسف الشديد. اللي مزعل جماهير الأهلي إنه يعني في كل مرة الأهلي بيفقد حظوظه في بطولة كأس العالم على تفاصيل ضيقة قوي وتفاصيل بسيطة قوي، بتزعل بجد. يعني كل مباراة لما نيجي نفتكر كل مباراة خرج فيها الأهلي من بطولة كأس عالم للأندية أو انتر كونتيننتال أو ما شابه هذه البطولات، تلاقيها واقفة على هدف، على ضربات جزاء، على خطأ دفاعي، على هجمات ما بتكتملش، على تفاصيل لحد الناس ما يعني زهقت ان الاهلي بيخرج على حاجات بسيطة قوي قوي قوي. لكن عاوز اقول لحضراتكم ان جماهير الاهلي لازم ترفع راسها فوق فوق في السماء، لان الاهلي لعب 3 مباريات مع فرق من مستويات عالية جدا، يعني فرق في المربع الذهبي لدولها. احنا لو جينا نبص الفريق الامريكي اللي هو فريق انتر ميامي، هنلاقيه في الترتيب سادس الدوري، ولعب 16 مباراة، متأخر مباراتين، لو فاز بيهم هيبقى في المركز الثاني بفارق 2 نقطة عن المتصدر الدوري الامريكي. كذلك الامر بالنسبه لبالميراس، لعب 11 مباراه وما زالت ليه مباراه مؤجله. المباراه المؤجله دي لو كسبها وهو ثالث الدوري البرازيلي هيقفز للمركز الثاني مباشره. وفريق بورتو انهى الدوري البرتغالي وهو في المركز الثالث. اذا انت لعبت 3 فرق او واجهت 3 فرق يعني تاني الأندية في دولها، في أمريكا، في البرازيل، في البرتغال. وعاوز أقول لحضرتك إن فرق البرازيل تحديدا لسه في منتصف الدوري، أو يعني تخطط منتصف الدوري بقليل. يعني لعبت فريق بالميراس ده لعب 11 مباراة، يعني في قمة استعداده وفي قمة لياقته وفي قمة تركيزه، ناهيك عن الأجواء الأمريكية المشابهة تماما للأجواء في البرازيل، الأجواء المناخية اللي بتأثر بالطبع على اللعيبة وعلى أداء اللعيبة وعلى المعدلات البدنية للفرق. احنا طبعا يعني خلاص احنا يعني اتكلمنا كتير قوي في المباراة، وكل الناس اتكلمت وعظمة الأهلي، وإن الأهلي قدر يعمل وقدر يوصل وقدر يسجل 4 أهداف والكلام ده كله. فيعني برضو كعادتي مش عاوز أكرر الكلام اللي اتقال، سواء أنا اللي قلته أو حد من الزملاء الإعلاميين أو الزملاء اليوتيوبرز. بس احنا يعني هنذكر دائما لابد من ترميم الدفاع. خط الدفاع هو المشكلة اللي ظهرت بوضوح في هذه البطولة، وتسببت بشكل واضح في ان نتائج الاهلي انتهت الى هذه النتيجة، او انتهت الى هذا الترتيب. تخيل ان هدف واحد
يضع الاهلي رابع مجموعته، وتفضل انت التاريخ يتكلم ويقول لك ان الاهلي رابع مجموعته، مش هيقول لك بقى بهدف ومش بهدف والكلام ده كله، ومش هقول لك خطأ دفاعي خطأ، يعني في تفاصيل دقيقة كده بتزعل يعني. فمؤكد ان إدارة النادي الأهلي مع المدير الفني وضعوا ايديهم على النقطة دي، ولابد من ترميم خط الدفاع. هيبقى الفريق عالي قوي 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 لو اتظبط دفاعيا. جمهور الأهلي يا جماعة الكل اتكلم عنه بس مر عليه مرور الكرام. جمهور الأهلي العظيم، جمهور الأهلي الرائع المميز، جمهور الأهلي اللي حسسك وكأن الفريق بيلعب في استاد القاهرة. ما عادش حد بعد كده يفتح بقه ويتكلم عن شعبية الأهلي ويقارنها بشعبية الزمالك والكلام الفارغ اللي صدعونا بيه السادة اللي بيطلعوا في الفضائيات وبيضحكوا على جماهيرهم، مع كل الاحترام للمحترمين من جماهير الأندية الأخرى وجماهير نادي الزمالك. لكن سيبك بقى من حتة الشعبية وحتة ان انت مسكت لنا فترة في نادي القرن ومسكت لنا فترة في مجاملات التحكيم وتمسك لنا فترة في مش عارف الشعبية والجماهير. لا، نعيش الواقع بقى، نعيش الواقع. يعني الجماهير اللي انتوا شفتوها في امريكا دي، الجماهير دي مش في امريكا فقط، رغم ان ولايات امريكا متباعدة بشكل رهيب. عايز اقول لحضرتك ان انتر ميامي، ولاية ميامي ونيويورك اللي لعب فيها الاهلي المباراة الاولى والمباراتين التاليتين في ملعب ميت لايف، السفر بالطيارة 4 ساعات. وقلت قبل كده ان 4 ساعات دي معناها ان انت تطلع من مطار القاهرة تروح جدة بالسعودية رايح جاي رايح جاي، ده بس رايح من ولاية لولاية. جماهير الاهلي رغم ذلك اتحركت من داخل الولايات، وكان جاي ناس من دول اوروبيه كثيره. طبعا احنا شفناهم وسمعناهم وهم بيتكلموا وقالوا احنا جايين من دول من امريكا، الدول موجوده في امريكا الشماليه وامريكا اللاتينيه ودول موجوده في اوروبا. دي شعبيه الاهلي، دي عظمه جمهور الاهلي. جمهور الاهلي اللي لو فتحت له المدرجات مش هتلاقي مكان فاضي في اي مدرج مهما كانت سعة الاستاد. فاكرين حضراتكم مباراة العين؟ لحد النهاردة الناس كلها بتتكلم على الحضور الجماهيري في مباراة العين الإماراتي اللي كان شكلها مفزع ومرعب. خلاص بقى ما عدناش نتكلم في مسألة شعبية الأهلي وشعبية الزمالك والجماهيرية، لأن ده كلام فارغ وكلام ضحك على الدقون، تضحكوا بيه على نفسكم وتضحكوا بيه على جماهيركم وانتوا أحرار. لكن الواقع بيقول غير كده تماما. عظمة جمهور الأهلي، شابور جمهور الأهلي، لو خصصنا له عشرات الفيديوهات مش هنوفيه حقه. جمهور الأهلي في مصر وفي الدول العربية والدول الإفريقية وفي جميع أنحاء العالم. فيه نقطة يعني الجماهير أو هتبقى الحديث اللي جاي بالنسبة للتدعيمات وبالنسبة للاعيبة اللي مستمرة مع الأهلي واللي ممكن يرحل أو ما يرحلش أو الكلام ده كله. احنا متفقين إن الأهلي خلاص في سبيله لتدعيم الفريق وتدعيم خط الدفاع تحديدا. لكن وسام أبو علي، إيه قصة وسام أبو علي؟ وسام أبو علي يا جماعة عنده 26 سنة، وطبعا تألق زي ما حضراتكم شفتم في كأس العالم للأندية بهذا الشكل. في شركات بدأت تتدخل، وهذه الشركات اللي هي شركات خاصة بتسويق اللاعبين. مؤكد الأهلي هيجيله عروض خاصة بوسام أبو علي، فالأهلي لازم يحافظ على وسام أبو علي وفي نفس الوقت يبحث كمان عن بديل، مخافة ان وسام ابو علي في وقت من الاوقات يجي له عقد مغري ويضطر للرحيل عن الاهلي، وده ممكن يحصل في اي وقت. لكن في الوقت الحالي باقي مع الفريق ومكمل لنهاية الموسم باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في ما هو قادم، وان شاء الله القادم احسن، ولازم نصدق نفسنا اكتر من كده وان احنا نقدر. تحياتي لحضراتكم ونشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.